عشان مطبخك هو سر اهتمامك، علشان اهتمامك بالغاليات بتوعنا بزوجاتنا. هتتابع معانا الفيديو للاخر، ومطلوب منك حاجتين. اولا هتعمل لايك دلوقتي قبل ما تنسى، ثانيا هتسيب تعليق ان شاء الله في اخر الفيديو في رايك الجميل او رايك لو في اي لفته. احنا مستعدين. معاكم رامي سليمان، صاحب مؤسسه رامي لجميع اعمال الالمونتال والمطابخ الحديثه المتطوره اللي كل يوم هتلاقوا عندنا فيها جديد وتميز وابداع. مطبخ جميل اكثر من رائع من خامه الكلادنج، دواخل فوم بورد، قطاعات مكسيم الحديثه المتميزه اللي بصراحه كلها ابداع وتميز. داخل المطبخ مش بنعتمد على خامه واحده فقط، بنعتمد على كل التفاصيل اللي هتساعدك في اختيار خامتك وتعيش معاكي العمر كله باذن الله. بالنسبه للتصميم وبالنسبه للابداع اللي حضراتكم شايفينه، لمسات طيبه. هنا اعتمدنا ان احنا نحافظ على مثلث الحركه، اجهزه كهربائيه، حراره، بوتاجاز، غساله، حوض، كل حاجه متوزعه كما يجب ان تكون. وكمان ضفنا اللمسه الجميله هنا، ترابيزه داخليه في المطبخ باستخدام كبير زي ما حضراتكم شايفين. هنا استخدام من تحت ما شاء الله، درج عميق كبير، مساحه عندي هنا. نفس الموضوع هنا في الاتجاه ده، تفتح الاخر طبعا مفيش اعاقه للحركه نهائيا. ضلف برضو كبيره عميقه معايا، تخزين للداخل. عملت هنا نيش تمام، بس مجرد ما تخش من الداخله في الوهله الاولى ده مش نيش معاك. هنا في الداخله هنا ما عملت نظام ثابت بحيث ان النيش ما يظهرش معايا غير وانا في الاتجاه ده، او ان انا قاعد على الترابيزه او الامور دي، خصوصا ان هنا في باب للشقه. فاذا المطلوب ان يكون في خصوصيه، ما دام في باب للمطبخ يبقى المطلوب ان يكون في خصوصيه. فانا عملت الخصوصيه كامله بالنسبه للنيش. هنا قسمت النيش على نظام ضلفتين تحت وفوق، تخزين كبير خالص. طبعا الضلف نظام دريسنج روم. هنا ما شاء الله تخزين كبير جدا. التلاجة، مساحة التلاجة الكبيرة. هنا نظام ركنية حرف ال، نفتح الضلفة كاملة زي ما حضراتكم شايفين كده، في تخزين كبير من الداخل. هنا الرف والشغل ده، كل المنطقة دي مستغلة تمام. وقت ما نيجي نقفل الضلفة كده قفلت معانا. الدرج العميق متميز معانا بالزجاج، بالالومنيوم، بالقطاعات الحديثه المتميزه. طبعا مجاري سوفت كلوز، نقدر ان احنا نفتح كده الدرج نسيبها كده زي ما حضراتكم شايفين. الشغل ايه يسحب مع نفسه على الوضع ده. بالنسبه للجزء الفوق، طبعا قلنا المطبخ لونين، خشابي تحت اوف وايت فوق. هنا ما شاء الله ضلف كبيرة، استخدام مكان الديب فريزر، تلاجة بعيد عن بعض. يعني وقت ما نفتح الضلف، وقت ما نفتح المكان دوت للآخر، كل حاجة متنسقة ومستسلمة على أكمل وجه. مكان الصواني، مكان الصواني تحت، مكان المقشات، بلاب النظافة المتميز. هنا معانا مكان الثوم والبصل، خوص، تهويات، شغل متميز فعليا. طبعا هنا كان معانا مشكله كبيره بالنسبه للتعديل، اللمسات اللي احنا طبعا لما نخش اي مطبخ لازم يكون لمستنا وتفكيرنا لقدام. هنا كان مكان الغساله كان في المنطقه دي تمام. طبعا هنا كان بالاضافه معانا هنا شطرات وشغل زي ما انتم شايفين. يعني انا محتاج اضيع المساحه دي كامله، علشان احط الغساله هنا. تاني حاجه كنت هجيب البوتاجاز ابعده خالص عن المنطقه دي، يبقى هجيب التلاجة اليماني. يبقى انا الحائط ده اصلا انا كنت من الاساس عايز اسيبه فاضي بحيث ان انا اعمل اتساع للمكان. فطلبت
من العميل بتاعنا ان احنا نعمل التعديل البسيط ده، ان احنا ناخد الغساله من هنا نحطها في المنطقه هنا، بحيث ان انا اكون جنب الحوض وجنب السباكه، اقدر ان انا اتعامل في المنطقه دي. وهو بصراحه رحب بالفكره وقال ممتازه جدا، وحطينا بوتاجاز طبعا في المنطقه. الركنه استخدامها كبير برضه معانا هنا، الركنه دي عميقه وكبيره طبعا عشان الشطره اللي حضراتكم شايفينها. وهنعرض لكم التعديل تم ازاي وشكل المطبخ كان ازاي، وبدون الرخام قبل الرخام ما يركب، وكل التفاصيل اللي حضراتكم بتحبوا ان انتوا تشوفوها دايما معانا. مكان البوتاجاز زي ما قلنا، مكان الانبوبه، ترولي الانبوبه الجميل اللي نقدر نحركه وناخده معانا لعند بره بدون اي تعب، راحه لست البيت اللي هي اساس اهتمامنا كلنا زي ما اتفقنا. مكان الحوض، منظفات طبعا هنا مكان للمنظفات كبير. هو الحوض في المنطقه دي تمام، هنا الشباك، فبالتالي ما كانش هيبقى ينفع في هنا المطبخيه. المطبخيه حطيناها هنا تمام، هي واقفه طبعا على يمينها المطبخيه مع الشغل بتاعها ده كله. طبعا دراع المنطبق ان هو يكون طاير معايا فوق، ما تتعورش وما يحصلش اي مشكله معاه. درج لتصفيه تمام، بناخده طبعا وبنصفي الميه هنا وقت تصفيه الشغل ده، يبقى المكان ده مقفول، يعتبر ان هو معايا مقفول، مفيش ميه اصلا هتنزل هنا ولا يحصل اي مشاكل نهائيا. هنا برضو تخزين كبير ان شاء الله. طبعا النقطه المهمه اللي احنا دايما بنعتمد عليها في التخزين ان احنا بنسيب المكان ده كبير، بحيث ان هم لو عايزين يحطوا حاجه كبيره برضه كصينيه كاكه اي حاجه من الاحتمالات ده، المنطقه دي اللي هي صغيره عشان مش هحكمها في الرف يكون في النص بس، لا بيكون في هنا مكان كبير ومكان صغير، وتبدا تنظم وترتب الامور بتاعتها كلها. مكان الشفاط هنا، طبعا الشفاط لسه هيجي، عاملين حساب الغاز الطبيعي ان شاء الله يدخل يكون جاهز، مش نرجع نكسر او نبوظ حاجه في المطبخ. اذا بنهتم بكل التفاصيل اللي موجوده حاليا او اللي موجوده كمان 10 15 سنه ان شاء الله. مطابخنا دايما بتكون ضمان مدى الحياه. في اول الفيديو قلت لك لو عجبك الفيديو دوس لايك او اضغط لايك، ما تنساش يا ريت بقى تسيب لنا تعليق وتقول لنا رايك في المطبخ الجميل ايه. كنت مع رمضان مسلمان صاحب مؤسسه رمضان لجميع اعمال الرمضان. ما تنسوش تصلوا على النبي.